الكرسيين اللي قدامي يا اسطى. ليه يا استاذ؟ ادفع لك اجرتهم انا، ما تجيبش حد جنبي. عدم لا مؤاخذه، هي الشلته بتاعت حضرتك كبيره لدرجه ان كرسي واحد ما يكفيهاش؟ يا فندم انت بتقول ايه يا عم انت؟ اسمها نعم او ايه او اؤمر، لكن بلاش يا فندم دي وحياه ابوك. ومالها بقى يا فندم؟ كلمه اباحيه؟ لا، كلمه تركي معناها سيدي، جات لنا مصر هنا ايام الخلافه العثمانيه. ايه مشكلتك معاها برضو؟ لا ولا مشكله ولا حاجه، بس عايز اقول لك عيش عيشه اهلك. وانت مال اهلك؟ غيرت لغه الحوار من المناقشه للتطاول لمجرد انك لقيتني انسان مثقف ومتحضر، لكن لو كنت كلمتك وجب الحشيش في ايدي والكوريك في الايد التانية كنت انسحبت من المناقشة زي الكلب الجبان وقلت ماليش دعوة بيه، ده راجل عربجي. مناقشة ايه حضرتك؟ انت عايز تاخد الكرسيين اللي قدام ليه؟ ومش عايز حد يقعد جنبك ليه؟ عادي انا حر. ما لم تضر، وحط تحت دي 20 خط، يعني لو انت بتحب تمشي في الشارع بلبوس انطلق ورفرف زي ما انت عايز. اكيد. لكن لو في حد هيتأذى بصريا من منظرك الداخلي المعفن اللي ما شافش بربع جنيه نظافة، يبقى تلبس هدومك يا معفن. حاضر، بس مثلك ده لا ينطبق على الموقف بتاعنا. بالعكس، ده بتفصل على الموقف تفصيل. ازاي يا فيلسوف الميكروباصات؟ اللي انت عايز تعمله ده هو صلب ثقافة الاحتكار اللي خليتكم فريسة في ايد الحرامية والمستغلين. الاحتكار ده في السلع، انا مش جاي اشتري منك كرسيين، انا جاي اجرهم لوقت محدد. انت بتحتكر مكان مش محتاجه لمجرد انك وصلت له قبل غيرك، وبتمنع غيرك من فرصة مشروعة في ركوب مواصلة عامة، ويمكن يكون غيرك محتاج الكرسي ده اكتر منك. انت بتتكلم على الكرسي كأنه كرسي في البرلمان، يعني هيحتاج اكتر مني في ايه؟ يمكن يكون عايز يلحق مشوار مهم، هيتأخر على شغله وهيتخصم له. ما صحيش بدري ليه ووصل قبلي وخد الكرسيين لو هو حابب؟ انت بتحاكم الناس وتحاسبهم وانت حتة انسان حقير ضعيف لطخ، وربنا سبحانه وتعالى بقدرته سايبك تعصاه وما بيمنعش عنك رزقه. لا اله الا الله. يا سيدي انا حر، ما بحبش حد يقعد جنبي، انا خلقي ضيق، ولخص بقى في يومك ده عشان ما اغبش عليك. مشكلتنا اننا عارفين كويس قوي وبنتغابى على مين وما بنتغاباش على مين. ازاي؟ يعني انت ممكن مراتك اللي شايله قرفك ومستحمله هبلك وعبطك تضايقك شويه، فتروح ماسح بيها الارض وتقول اصل اعصابي فلتت، اصلها نرفزتني. بيحصل. بس المدير بتاعك في الشغل لو عمل ميه على وشك هبتستحمله وتقول انها تمطر ذهبا وفضه. اي ظابط هيوقفك في كمين مستحيل اعصابك تفلت معاه. انت بتقول اي كلام. لا، انت عارف من جواك انك مش حر زي ما انت متصور. انت عايش في مجتمع طول الوقت بيضيق عليك الدايره اللي انت عايش جواها لحد ما قربت تتخنق وتموت مكبوت. مش حقيقي. حقيقي يا كداب يا ابن الكدابه. انت ما تقدرش تقول للانسه اللي قاعده على القلاب ده انت معجب بيها وعايز رقمها، لانك لو عملت كده هتقطع شبشبها على قفاك. واخد رقمها ليه؟ عشان انت عامل النمره البلاستيك دي كلها عشانها، عايز تبان قدامها عنتر جبنه وعمال تبص عليها في مرايه الصالون. لا انت فاهم غلط. اقول لك على حاجه كمان، انت اكتر من نص ارائك الدينيه والاجتماعيه والسياسيه ما تقدرش تقولها قدام حد. انا بشتري دماغي مش اكتر. انت عبد جوه منظومه العادات والثوابت والتابوهات والمينستريم. انت كلب في رقبتك طوق والف مين بيسحبك منه. كفايه يا حاج. لا مش كفايه، لازم افوقك لنفسك واوريك الحريه الوهميه اللي انت فرحان بيها. تبقى حر لما تختار كل حاجه في حياتك، لما تبقى انت صاحب قراراتك، لكن انت عويل وإمعة ولطخ. ما خلاص يا عم الزفت قلنا خلاص، هات اللي انت عايز تركبها جنبي هنا. صباح الخير يا كوكو، اتأخرت عليك يا بيبي. ايه يا سوسو كل ده؟ انا بقالي ساعة بحرق جاز مع النقطع ده لحد ما تيجي. اتفضل يا استاذ انزل عشان الست هتاخد الكرسيين اللي قدام. ازاي يعني الكلام ده؟ ينفع، ميكروباصي وانا حر فيه، اركب جنب اللي يعجبني. لك شوق في حاجة يا كتكوت؟ مين؟ انا؟ لا خلاص حسبي الله ونعم الوكيل في الميكروباصات والبنات اللي بتقعد جنبهم على الكرسي اللي قدام، اشوف فيهم يوم بحق جاي لا اله الا الله.